من آلاف السنين الفراخ ما كانتش وجبة، كانت معجزة. والله ده لأن المصريين القدماء ما كانوش يعرفوا الفراخ، كان عندهم وز وبط، إنما الفراخ في أول مرة دخلت عليهم اعتبروها كائن سحري جاي من السما. أصل يعني إيه؟ طائر لحمه لذيذ وبيبيض كل يوم، وده على عكس البط والوز اللي بيبيض بشكل موسمي. والكهنة استخدموه في الطقوس الدينية باعتباره كائن مش عادي، وكان وجبة مخصصة للملوك والأغنياء وبس، على عكس الوز والبط اللي كانوا أكلة لعامة الشعب. صحيح الفراخ دخلت مصر عن طريق التجارة وبدايتها في الهند، بس خد عندك المصريين علموا العالم ازاي يطبخوا الفراخ. والله معظم الشعوب كانت بتسلق الفراخ، لكن أول فرخة مشوية اتشوت في التاريخ عملها المصريين القدماء. ومش بس كده، ده عملوها كمان زي الشيش طاووق، وكان عندهم أعشاب وتوابل مخصصة للفراخ اللي ودت الطعم في حتة تانية خالص. الباذنجان اخد البرجر في حتة تانية. ده غير الصوصات زي العسل والخل اللي كانوا بيقدموها مع الفراخ. باختصار الفراخ فعلا مش مصرية، بس المصريين ما خدوش الطائر ده واستخدموه زي باقي الشعوب، لا دول ضافوا ليه كتير وعلموا العالم الطريقة اللي ياكل بيها الفراخ اللي لسه مستمرة لحد الآن. وبس كده، انت بقى كنت تعرف ان اول فرخة فرايد تشيكن عملها جدك مش جده KFC؟ دي كانت الفراخ. اما انا فانا صفا دهب، واستنوني هاخدكم معايا في رحلة جديدة من رحلة صفا.